الاتحاد الليبي المغربيه كبيره. وضربه البدايه تاتي البطوله العربيه للانديه باقدام الجيش الملكي للانطلاقه بالضوء حدراف والانطلاقه الهجوميه، ولكن في اخر المطاف غادي كنرجع من جديد. محاوله فرصه الجيش الملكي على المستوى الخط الامامي، كانت الانزال ديال ديغنادو حافظ على الكره ديالو، تمريره الجهه اليمنى، فرصه تصويبه والقائم ينوب على الحارس. محاوله جميله للجيش الملكي، بدايه رائعه في محاوله طائشه هنا في غياب تسلل، لان اللاعب باقي ما انطلقش على الخط ديال المنتصف، وبالتالي يغيب التسلل قانونيا. هنا الانطلاقه، ولاحظوا التمريره، لاحظوا الدخول، لاحظوا الانزال، تصويبه الحارس نعم، ثم بعد ذلك الهدوء. لاحظوا بان الاطراف الاجنحه تشتغل بصمت رائعه. كره نفاتي يبحث للاختراق داخل منطقه الجزاء، بحث عن متمم العمليه. فينو كره اماميه، كره الهدف جزاء كيديغنادو كاد ان يضع في المرمى، لعب الكره ديالو بشكل ممتاز. لاحظوا الطريقه تلعب الكره داخل منطقه الجزاء. هنا الانزال، هنا ايضا استمرار العمليه الهجوميه، ما كاينش يأس في العمليه الهجوميه. تمريره موني كيقوم بوحده هذه العمليه الهجوميه مع الانطلاقه ديالها. تمريره اتجاه هذا منفاتي ينطلق الكره ديالو الجهه اليسرى، محاوله اختراق داخل منطقه الجزاء، فرصه تصويبه، هدف الجيش الملكي يفتتح التسجيل في البطوله العربيه للانديه. 1-0 امضاء صاد عربيه بامضاء هدفي مغربي من خلال شوف المخرج اعطانا الهدف بالانطلاقه ديالو. هنا مشات الكره، سمعوني كيلعب الكره ديالو الجهه اليسرى بطريقه جميله داخل منطقه الجزاء. محاوله من جانب ادم النفاتي، لعبها في الزاويه البعيده، واللاعب القناص واللاعب اللي كيكون في المكان الصحيح السليم ينتظر هكذا كره. الهديه لا ترد. هدف اول للجيش الملكي، 1-0 للجيش بامضاء ساد اليوم يعلن عن صرعه. مره اخرى رجعت مره ثانيه، محاوله داخل منطقه الجزاء، وهذه فرصه خطيره داخل منطقه الجزاء، تصويبه واختبار من ايقاف الكره. لاحظوا نزلت الكره بهذا الشكل هذا، اللي نزلها هو لاعب، لانه هذا المكان هذا كره تنفذ داخل منطقه الجزاء. مرمى، شوف المكان، تمريره لعبت مباشره ومباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. ذكريات الصابري كما قلت في المونديال، هذا المكان من نفس رفقة فريق الجيش الملكي. كرة من بكاري تنفذ، محاولة داخل منطقة الجزاء، سقوط، تصويبة، محاولة مرة ثانية في غياب متمم العملية، ومرور رائع من ساد لبكاري من يفعل كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة الهدف، الانزال باليد والحكم يقول واصل الالعاب، تستمر من جديد لصالح فريق الجيش. انور ترخات نفاتي كيبحث عن تمريرة ممتازة جوزيف، هذا ساد، يمشي ساد، يدخل ساد، فرصة ساد، يمنح الكرة للحارس. كان الكل يتوقع يختار الزاوية سواء اليمنى او اليسرى، يقوم بعملية مراوغة، ولكن لاحظوا انطلاقة في الوقت المليمتري المناسب، وبعد ذلك دخل داخل منطقة الجزاء. طبعا هذا الشيء كان ممكن يمرر، لكن اختار انه ياخذ مسؤولية، يتكلف بهذه الكرة، منحها فقط الحارس. ما اختار نفاتي يطلع كرة في الخط الامامي، امكانية التمرير بالكعب في اتجاه نفاتي صور لعبها صح، لعبها بالطريقة السليمة. الجيش الملكي يسجل ثاني الهدف، شوفوا الفرحة في المدرجات. هدف رائع، صياغة رائعة، عملية رائعة، هجمة ممتازة. نفاتي نعم بقدم نافذة يضع الكرة في المرمى، يرسل كل مشاعره الجميلة. هدف رائع. شوف البداية، سمعوني لعبها من نفاتي لعبها أمامية، كرة جيزيكي ديغنادو رجع للخلف، نفاتي هي نفسه دائرية لعبها في الجهة اليسرى، والهدف بأي طريقة. عالمي نفاتي، شوف لعبها بالشكل السليم. هدف جميل. شوف هنا، شوف ساد ممتاز، نعم ساد، طريقة رائعة لإنهاء الكرة من جانب النفاتي الذي وضع في الزاوية البعيدة، 2 مقابل شيء. الاندفاع نحو الخط الأمامي، كرة داخل منطقة الجزاء، راسية، يبعد الخطورة في كرة كادت، والمرمى
ونشوف هنا الاحتجاج، ونشوف هنا طريقه الانزال ثم الابعاد. هنالك حديث من لاعبي فريق الاتحاد الليبي عن لمسه. نشوف هنا، لا هذه راسيه مباشره صوب الحارس. نعم لقطه الاعاده تتضح على انها راسيه. نشوف هنا من زاويه اخرى، ارتقاء ثم الراس ثم هنا الانزال. نشوف هنا المرور، هذه اللقطه اللي مادام انه الاروقه تعمل، الجناحان يعملان. نفاتي ينطلق، نفات هذا اللاعب، كره ممتازه، الجيش الملكي، والهدف الثالث للجيش الملكي. جوزيف كيديغنادو هو الاخر عنده نصيب، هو الاخر عنده لمسه، هو الاخر عنده امكانيه لوضع الكره في المرمى. التمرير العرضي الذي ياتي في اخر المطاف ليكون اللبنه النهائيه الكامله الرائعه. هدف جميل جوزيف كيديغنادو، تمريره عرضيه وجدت اللاعب في المكان المناسب يستثمرها. شوف الانطلاقه ايمانويل لادم النفاتي. شوف ادم النفاتي مسلم تمريره بخارج القدم ومتمم العمليه. كان موجود، كان ينتظرها بشوق، كان ينتظرها منذ مده، كان ينتظرها بهذه الشاكله. يضع لمسة خاصة في المباراة، إنه جوزيف ومن غيره كيديغنادو. شوف هنا النفاتي انطلق بالكرة ديالو من الجهة اليسرى، لعب الكرة داخل منطقة الجزاء. 3-0 ما أحلاها في الرباط. نعم يصنع دويها وصداها هذه المباراة. والجيش الملكي لا يستسلم، كرة ملعوبة أمامية، محاولة إمكانية الاختراق، الدخول داخل منطقة الجزاء والهدف من جانب فريق الاتحاد الليبي. بحثوا عن هذا الهدف وقدم من أقدام اللاعب معاذ عيسى، اللاعب الذي انطلق من الجهة اليسرى. لاحظوا كيفية الاستفادة من هذه الكرة، اللاعب الذي يشغل الجهة اليسرى والذي تحدثنا عنه طويلا على اعتبار أنه لاعب سريع. نعم ويصوب، يضع الكرة في المرمى. هدف أول للفريق الاتحاد الليبي من خلال هذه العملية الهجومية ومن خلال هذه الكرة. 3 أهداف مقابل هدف واحد. هدف كان بالإمكان تفاديه صراحة، لكن فعل ما في ضعف بشكل جديد للجيش الملكي. تمرير في احمد حمودان يدخل كورتو احمد حمودان الرابع للجيش. يضع عنوانه، يضع بصمته الخاصة. الجيش يمتع اليوم، الجيش يقدم نفسه بأبهى صورة وبأحسن حضور من خلال تعامل رائع، من خلال كرة جميلة، من خلال أسلوب مميز. هذا أحمد حمودان، طريقة البداية في بناء العملية الهجومية، في إنشاء العملية الهجومية في هذه المباراة. يظهر أنه لعب بالطريقة الرائعة. هدف جميل، الرابع من الجيش الملكي. يقسو على الاتحاد الليبي، لكن يريد أن يؤمن النتيجة ويشوف أن المباراة تلعب هنا في الرباط وتؤمن النتيجة في الرباط. وأحمد حمودان يسير ليؤكد الانتصار في الميدان يا حمودان. هنا الرباعية، هنا البداية، هنا التتمة للعملية. لاحظوا المحاولة الهجومية، الانطلاقة. لاعب رغم أنه بدأت الزاوية نوعا ما تسير لتكون